بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله رب العالمين في فيديو النهاردة كده أنا طالع أتكلم معاك في محتوى الكورس اللي أنا عامله، وأوريك بعض من نماذج المشاريع الخاصة ببعض الطلبة، سواء الطلبة دي كان عندها خلفية عن المجال أو لا. في فيديو النهاردة إن شاء الله هوريك شوية مشاريع كده فروم سكراتش، سواء HTML و CSS، HTML و CSS وجافا سكريبت، وهوريك شغل الناس، وهنختار افضل مشروع فيهم. هوريك طريقة كتابة الكود بتاعة الطلبة اللي هم اتعلموها معايا في الكورس. هوريك طريقة تنظيم الملفات وايه الافضل، وايه الكومنتات اللي انا هقولها، وهنعمل تيست كده على كل مشروع من البداية. فتعالى كده نبدأ كده. مبدئيا كده انا كنت عامل مسابقة عندي في الكورس بعد ما خلصنا ال HTML وال CSS، ان كل واحد يعمل بورتفوليو لنفسه. كنت فاتح لهم مجال ان انت تغذي بصرك وتروح تشوف اليو اي واليو اكس ديزاينر، وتشوف تمبلت، وتشوف ثيمات معينه، وكل واحد يعمل بورتفوليو لنفسه. فبالتالي دول اول ناس خلصوا. في ناس تانية بعتت لي، بس انا طلبت منهم ان هم يعدلوا ويحسنوا اجزاء في الاكواد بتاعتهم وفي الديزاين بتاعهم، تمام، ومسحتهم من الفولدر اللي هنا. فتعالى بس انا عايز اوري لك كده قد ايه انت في الكورس هتبقى مستفاد، وهتاخد الثقة ان انت تبدأ تكتب اكواد بايدك وتعمل مشاريع. الناس اللي انت شايفها مسلمة المشاريع دي اول مرة تدرس مجال الفرونت اند، وفي منهم ناس خدت فكرة عن المجال، كان عندها خلفية قبل كده، وفي ناس ملهاش علاقة إطلاقا بكلية حاسبات ومعلومات، أو ملهاش علاقة بالمجال. في ناس لسه في ثانوي، وناس عندها 17 سنة. تمام، هوري لك الشغل بتاعهم دلوقتي. فتعالى مثلا هنا على أول بورتفوليو كده، تمام، ونبدأ نشوف البورتفوليو اللي هنا. أول مشكلة دلوقتي إن هنا في حتة، وأنا اتكلمت في النقطة دي مع الباشمهندسة، إن في كسل. في كسل يعني إيه؟ ان انا مفروض انظم الملفات بتاعتي. ما ينفعش المشروع بتاعي يكون مفتوح كده. احنا اتعلمنا في الكورس ان كل حاجة محطوطة فين في فولدر خاص بيها. فاول مشكلة دلوقتي ان الصور دلوقتي موجودة داخل ملفات السي اس اس مع ملفات ال HTML مع ملفات الجافا سكريبت، والكلام ده غلط وما ينفعش. فافضل شيء ان انا احط الصور بتاعتي في فولدر، احط ملفات السي اس اس في فولدر، احط ملفات الجافا سكريبت في فولدر. طب تعالى نشوف دلوقتي شكل الكود. في هنا انيميشن زي ما انت شايف كده. فانا دلوقتي هنا اللوجو مش على نفس المسار الخاص بمين؟ بالمنيو. المفروض ان الصورة دي تكون تحت شوية، واللوجو ده يكون قصاد مين؟ قصاد المنيو بتاعته، او المنيو هي اللي طالعة فوق، تمام، وتبقى قصاد مين؟ قصاد اللوجو. اما فكرة الانيميشن، فشكل الانيميشن كويس ومحترم. هنا كذلك برضو في السكشن الخاص بالسيرفيسز، مستخدمة هنا الباك جراوند، ومستخدمه لترانسفورم ترانسليت واي. العنصر بتاعي بيطلع لفوق اهو. تعالى هنا كده على السكشن الخاص بالورك، هنا برضو عامله انيميشن ومستخدمه السكيل، ومستخدمه الترانسفورم ان العنصر بتاعك يطلع لفوق عن طريق ممكن تكون شغاله عن طريق البيفور والافتر. هنا كذلك برضو الفورم بتاعتي، تمام، لما بتيجي تعمل عليها فوكس كده تجيب لك ايه؟ البوردر بتاع الانبوت او بتاع التكست اريا، تمام، بلون تاني. هنا هو الشكل والديزاين شكله لطيف، الاستخدام الانيميشن شكله كويس، بس الكومنتات اللي انا عايز احطها هنا، احنا حطينا كومنت على حته استخدام الاستراكشر او تنظيم الملفات اللي بره. هنا وصلت لي رساله انها بتقدر تستخدم السي اس اس انيميشن كويس قوي. كذلك اختيار الالوان محترم جدا. بس الكومنت اللي هنا ان المنيو بتاعتي مش قصاد مين؟ مش قصاد اللوجو بتاعي. بس انت لو جيت فتحت مثلا كده وعملت انسبكت ورحت تشوف الكود بتاعها،
هنا مستخدمه ديفات بدل ما تستخدم سيكشن. المفروض دلوقتي ان انت عندك حاجه اسمها السيمانتك تاجز، وده احنا اتكلمنا عليها في الكورس، بس هنا الباشمهندسه ما طبقتهاش. تمام، واستخدمت مكان السكشن الديف، وده كلام غلط. السكشن معمول تمام علشان يقدر ينظم ليا الاكواد بشكل اكتر، وده عنصر اساسي موجود في السيمانتك تاجز. تمام، فالمفروض ان انا استخدمه بدل ما استخدم ديفات زي ما انت شايف كده. كذلك عندي الناف هنا موجوده لوحدها، فطريقه كتابه الاكواد هنا غير مرتبة أو غير منظمة. طيب تعالى كده ندخل على المشروع اللي بعده، ولنفترض تعالى نشوف البورتفوليو بتاع طارق. طارق مبدئيا منظم الملفات بتاعته، وهنا مش مستخدم جافا سكريبت فمش عامل ليها فولدر جافا سكريبت. بس طارق هنا منظم الاستراكشر اللي احنا اتكلمنا عليه. فبالتالي دلوقتي طارق شغال لحد دلوقتي كويس قوي. هنا طارق عامل النافيجيشن بتاعته، وهنا الشكل العام كويس جدا. بس هنا مخلي الدخله بتاعت الويب سايت صامته سايلنت، والمفروض ان يكون في الجزء الاولاني او في الصفحه الرئيسيه عموما في انيميشن عشان يلفت الانتباه ويشد اليوزر بتاعك. هنا مستخدم الباك جراوند هنا فيكسد. هنا في قسم السيرفيسز مستخدم مين؟ مستخدم السكيل. بالنسبه لطارق، طارق عنده 20 سنه من المغرب، ملهوش علاقه بمجال التكنولوجيا، ما بيدرسش، دراسته بعيده خالص عن مجال الكمبيوتر والسوفت وير. طارق بعد شهر قدر يعمل الويب سايت اللي انت شايفه ده باستخدام ال HTML وال CSS. يعني ما شاء الله، مع الوقت ومع كثرة المشاريع اللي احنا بنعملها ومع كل التاسكات اللي احنا بناخدها، فبالتالي مستوى طارق بإذن الله تعالى هيكون في حتة تانية بإذن الله. طيب تعالى دلوقتي بقى نخش على علي. علي منظم الاستراكشر زي ما احنا بنشرح بالظبط، عامل ملف للسي اس اس، ملف للصور، ملف للفونتس اللي هيستخدمها او الايكونز، وملف هنا لمين؟ بتاع ال HTML. فتعالى كده نفتح المشروع بتاعه. هنا برضو علي ما شاء الله مستخدم او الشكل عموما كويس قوي. بس علي هنا برضو الهيدر بتاعه او الهوم بيج اللي هو عاملها هنا صامته. يمكن انا كلمته في النقطه دي، قلت له لازم يكون في انيميشن، في حركه، ما تخليش الموقع بتاعي يكون صامت كده. هنا الشغل والتصميم والديزاين شكله تحفة، بس هنا تحس ان هو كله صامت. هنا الاكواد والشكل والديزاين تحفة. ده مشروع باستخدام ال HTML وال CSS فقط. هنا مفيش اي انيميشن ولا اي افكت موجود على الصور، والنقطة دي انا اتكلمت فيها معاه. تمام، ان الشغل بتاعي شغل تحفة، والاكواد اللي انا كاتبها اكواد كويسه جدا ومرتبه ومنظمه، ولكن الانيميشن عندي هنا مفيش. فبالتالي انت وصلت لي رساله ان انا ما بقدرش استخدم السي اس اس 3 انيميشن، ما بعرفش اعملها او مش عارف اوظفها، مع ان انت فاهم الكلام ده كويس. بس هنا انت بتوصل، وانت بتحط المشاريع بتاعتك بتوصل للشخص اللي هيشوف السي في بتاعك او يشوف البورتفوليو بتاعك ان انت بتعرف تستخدم ايه وما بتعرفش تستخدم ايه. فالمفروض ان الموقع يكون فيه انيميشن. تعالى كده على البورتفوليو اللي بعده، الخاص بمصطفى. مصطفى اصغر واحد موجود معايا، عنده 17 سنه ما شاء الله، في ثالثه ثانوي السنه دي. تمام، مصطفى مستخدم الجافا سكريبت، وعامل فولدر للايمج وعامل فولدر للسي اس اس، وهنا ملف المشروع بتاعه. تعالى كده نفتح ونشوف موقع زي موقع مصطفى ده كده. بالتالي هو دلوقتي بيستخدم الايه؟ بيستخدم الكي فريمز اهو، بيحرك بيها الصورتين اللي انت شايفهم دول
تمام. عندي هنا الانيميشن موجود زي ما انت شايف كده في الزرار بتاع الداونلود، وهنا مستخدم ترانسليت واي. تعال نشوف النافيجيشن. مصطفى كده وصل لي رساله ان هو بيقدر يستخدم مين، بيستخدم السي اس اس انيميشن كويس قوي. اول ما نزلت كده سكرول ظهر زرار هنا، فبالتالي هو مستخدم هنا جافا سكريبت. لما بيجي يعمل سكرول في بعد مسافه معينه او فتره معينه، بالتالي يبدا يظهر الزرار بتاعي. تعال نضغط عليه كده ونجرب. الكود بتاعي سحبني وطلعني تاني فين؟ لفوق. طب تعالى هنا على السكشن اللي بعد كده. هنا مستخدم برضو كي فريمز، وعامل عنصر ان هو يبقى شغال روتيت باستمرار زي ما انت شايف كده، وعامل له انفينيت لوب اللي هو ما يخلصش. فبالتالي مصطفى بيقدر يستخدم السي اس اس كي فريمز والانيميشن بتاعها بطريقه كويسه جدا. كذلك برضو هنا بيقدر. مشكله مصطفى بس ان هو محتاج ان هو يوزع العناصر بتاعته، او ما يخليهاش كلها قريبه منين، قريبه من بعض. طبعا الكلام ده والتصميم ده مع الوقت هيكتسب خبره، ولما اليو اي او اليو اكس يبعت له ملف التصميم، فبالتالي هيبعت له الداتا او الكونتنت، وهيعرفوا المسافه ما بين السطر او العنصر والعنصر قد ايه. لكن مصطفى واحد على سنه 17 سنه ما شاء الله. هنا برضو مستخدم هنا كي فريمز للعنصر ده زي ما انت شايف كده، وهنا مستخدم الاو ال كاروسل او السليك سلايدر حسب البلجن اللي هو مستخدمه. تعالى كده لما تقف على العنصر بتاعك، الصوره بيحصل لها سكيل، وهنا الزرار نفس الحوار. هنا برضو مستخدم كي فريمز. بعد كده تعالى نخش على السكشن الخاص بالسيرفس. هنا في الفورم برضو لما بتيجي تعمل فوكس على الانبوت بتاعك بيحصل ليها بوردر وبياخد كلر معين. حتى الزرار هنا واخد برضو انيميشن. مصطفى بالنسبه للالوان والتنسيق والانيميشن واستخدام الجافا سكريبت، فمصطفى ما شاء الله لحد دلوقتي احسن بورتفوليو موجود. تعالى كده نكمل ونروح نشوف اسلام. اسلام هنا عامل ملف الصور باسم اسيتس، عامل ملف للايمج، عامل هنا الاسيت عباره عن بلجنز خاصه بالجي كويري، وعامل ملف للايمج زي ما انت شايف كده. كمان داخل الايمج مقسمهم فولدرات. تمام جدا. وهنا ملف للجافا سكريبت مسميه باسم السكريبتس، وملف للسي اس اس مسميه باسم الستايلز. فانا هنا بقترح على الباشمهندس اسلام ان هو يسمي الملفات بالاسماء العاديه بتاعتها، ملف السي اس اس، ملف الجافا سكريبت. تمام. علشان اي حد يشتغل معاه يبقى عارف ان السكريبت والستايل خاصين بالاسماء العاديه بتاعتهم، فما حدش يطلب. هنا السوايبر واللايت بوكس دي بلجنز برضو جي كويري. فطالما انت هتعمل بلجنز وعندك هنا ملف خاص بالجي كويري، فالمفروض ان انا احط الايه، احط اللايت بوكس واحط السوايبر داخل الايه، داخل البلجنز. فتعالى كده نتفرج على الشغل بتاع الباشمهندس اسلام سوا. هنا الهوم، الاباوت. هنا مستخدم برضو الايه، انيميشن البيفور والافتر كده. لما تيجي تقف على العنصر بيحصل للبيفور او للافتر ان الويتس بتاعه يجي ايه 100%. كذلك هنا مستخدم برضو ايه، مستخدم هنا البلجن الخاص بالتايب جي اس. هنا السكرول تو بوتوم ودتني على السكشن اللي تحت. لما نزلت على السكشن اللي تحت دلوقتي هو عامل فيكسد ناف بار ثابته معايا باستخدام مين، باستخدام الجافا سكريبت. فبالتالي دلوقتي الباشمهندس اسلام بيوضح لي قد ايه هو شاطر في استخدام الجافا سكريبت واستخدام البلجنز الخاصه بالجي كويري. زي ما انت شايف كده عندي هنا السكشن، المسافه ما بين الفقرات مناسبه جدا، المسافه ما بين السطور مناسبه جدا برضه. هنا نفس الكلام، اختيار الالوان. تعال نشوف البلجن ده. هنا البلجن شغال بس بيعد بسرعه. ممكن نقترح على الباشمهندس اسلام هنا
ان هو يبدا عد اول ما ينزل للسكشن، يعني يبدا يشغله بعد فتره زمنيه معينه. هنا حاطط تحت باك جراوند ايمج وفوقها اوفرلي واخده اللون اللي انت شايفه اللي هو اللبني ده. بعد كده هنا في الماي بورتفوليو المشاريع بتاعته عامل انيميشن كده مستخدم فيها السكيل، وزرار هنا لما تيجي تضغط عليه فتح لي هنا اللايت بوكس عبارة عن سلايدر فيها اسم المشروع وفيها صورة المشروع، وكمان تقدر تتنقل للمشاريع اللي بعد كده. فالسكشن ده تحفة قوي وشكله جميل. هنا كذلك برضو مستخدم سلايدر فيد ان سلايدر، بس المسافة ما بين الكلام هنا صغيرة جدا وتحس ان هي ايه، ضيقة. فالمفروض ان هو يديها وسع علشان راحة العين، لان هنا الكلام تحسه ان هو ضيق. كلهم قريبين من بعض الثلاث عناصر، حتى الانديكيتورز اللي موجودة تحت. هنا برضو مستخدم الكي فريمز، مخلي الصورة دي تفضل تتحرك شمال ويمين كده باستمرار. هنا كمان مستخدم الجافا سكريبت فاليديشن، عشان انا اول ما ضغطت على البطن بتاعي حصل ايه، قال لك بليز تايب يور نيم او انتر يور نيم، فعامل لي هنا فاليديشن باستخدام الجافا سكريبت. هنا برضو عامل هافر على الزرار باستخدام البيفور او الافتر والزد اندكس. وهنا مستخدم باك جراوند ايمج كده. هنا كل ما تطلع لسيكشن معين تلاحظ ان هنا فوق في الناف بار بيجيب له ايه، بيجيب له اسم السيكشن ويحط تحتها خط. تعالى كده ننزل ادي الاباوت السكيلز. لما انزل على البورتفوليو هتلاقي البورتفوليو جاء عليها خط. طبعا الكلام ده معمول باستخدام مين، باستخدام الجافا سكريبت. طبعا الكلام ده احنا اتكلمنا عليه سوا في الكورس واخدنا امثله على حاجات زي كده، بس طبعا الشغل الطلبه او شغل الباشمهندسين بيختلف من مهندس للتاني بناء على شغف واصرار وجهد كل واحد فيهم. في ناس استخدمت بلجنز انا ممكن ما اكونش شرحتها، ممكن عملت سيرش على اليوتيوب او على جوجل وشافت فيديوهات وطبقت وحبت تطبق الفيديوهات دي. وخليك متاكد دايما ان مفيش حد عنده 100% من المعلومه. فانت عليك شويه وانا عليا شويه. انا عليا ان انا اوجهك واشرح لك واحطك على بدايه الطريق، بس حضرتك لازم يكون عندك شغف ان انت تسيرش وتذاكر وتبحث وتتعلم اكتر واكتر. فما شاء الله برضو المشروع الخاص بالباشمهندس اسلام كل اللي انا قلت له هنا ان هو يظبط بس اسماء الملفات والبلجنز يحطها مع البلجنز، لكن ما شاء الله في كتابة الاكواد وكل حاجة. هنا الباشمهندس احمد السيد هنا برضو عنده كسل شوية. هنا مستخدم بعض الصور مع انه عامل ملف للايمج، فليه سايب الصور بره؟ المفروض ان انا اخد الصور دي واحطها داخل مين، داخل الايمج بتاعتي. كذلك برضو هنا ملف السي اس اس وملف الجافا سكريبت، فالمفروض ان انا احطهم داخل الملفات الخاصة بيهم. تعال كده نشوف البورتفوليو. البورتفوليو كشكل الشكل جميل واختيار الالوان تحفة، بس برضه صامت. المفروض ان انا اخلي العناصر بتاعتي كده تتحرك زي ما شفنا كده الباشمهندس اسلام وشفنا الباشمهندس مصطفى ما شاء الله. هنا الموقع صامت، هو هنا عامل فيكسد ناف بار فقط باستخدام الجافا سكريبت. هنا عامل سكيل باستخدام السي اس اس. هنا المشاريع بتاعته الليتست بروجكت المفروض ان يكون في مسافه، الكلمه هنا لازقه، فليتست وبروجكت دي كلمه ودي كلمه، فالمفروض ان يخلي ما بينهم سبيس. هنا الملفات الخاصه بالمشاريع او الصور الخاصه بالمشاريع اللي هو عملها المفروض ان هو يصغرها ويعمل عليها انيميشن معين كده زي ما الباشمهندسه رنا والباشمهندس اسلام ومصطفى كانوا عاملين في المشاريع الخاصه بيهم. هنا الفورم ما فيش عليها اي انيميشن كذلك. وهنا الموقع صنع الشغل تحفه جدا، شكله منظم ومرتب، بس ينقصه شيء واحد وهو السي اس اس انيميشن. المفروض ان هو يزود في الانيميشن ويستخدم قوي الكي فريمز ويرتب الاستراكشر بتاعه. بالنسبه لي انا افضل اتنين مستخدمين كل حاجه ومنظمين الملفات بتاعتهم
الباشمهندس مصطفى والباشمهندس اسلام ما شاء الله. بعد كده يليهم طارق وعبد الله من حته الشكل او التصميم. افضل حد استخدم السي اس اس انيميشن فهي كانت رنا، لان هي مستخدمه انيميشن كتير جدا بيور، مش مستخدمه اي مكتبات، كل الاكواد مستخدماها بايديها، بس ينقصها ان هي ترتب الملفات بتاعتها وان هي تكتب باستخدام السيمانتك تاجز عشان الكلين كود او البيست ورك فلو اللي احنا اتعلمنا واللي احنا اتكلمنا عليها، علشان تقدر تستخدم كل حاجه في مكانها الطبيعي والمظبوط. ما ينفعش ان انا يكون عندي سيكشن واروح اعمل ديف مكان السيكشن وهكذا. الباشمهندس احمد السيد التصميم بتاعه تحفه بس ينقصه الانيميشن، فبالتالي الباشمهندس برضو علي وطارق واحمد التصميم تحفه، ينقصهم فقط ان الموقع ما يكونش صامت، لازم يكون فيه انيميشن. واحمد زياده على عبد الله وطارق في الملاحظات ان هو لازم يرتب برضو الملفات بتاعته. لكن انا في حيره حاليا ما بين ان انا اختار مصطفى او اسلام افضل بورتفوليو اتعمل، ولو اني ممكن ارشح مصطفى لصغر سنه. اسلام يعني انا هقول ان هو يستحمل شويه، وان هو مثلا ما شاء الله تمام، اسلام دلوقتي دخل في شغال باك اند ما شاء الله تمام. لكن مصطفى كون ان هو يكون شخص عنده 17 سنه، يمكن ما كملش 17 سنه، ويطلع منه شغل بالحلاوه دي والشغل بالجمال ده، فانا اقدر بس اميزه شويه علشان خاطر صغر سنه. لكن الباشمهندس مصطفى والباشمهندس اسلام وكل الباشمهندسين ما شاء الله الشغل بتاعهم تحفه. كل الكلام ده اتعلموه بعد فتره قصيره من دراسه ال HTML وال CSS في خلال شهر، وبعد كده دخلوا على الجافا سكريبت في خلال شهر ايضا. البورتفوليو اديت لهم وقت ان هو كل واحد يطلع اللي اتعلمه ويطلع مهاراته ويقدر يعمل سيرش ويشوف فيديوهات ويشوف ويعصر دماغه ويطلع افكار ويشوف اشكال قدامه اتعملت ازاي. طبعا في ناس كتير جدا بعتت لي البورتفوليو بتاعها تمام، بس انا رجعتهم ببعض الملاحظات لان انا ما كنتش اقدر اعرضه، لان انا ما كنتش راضي عنه. وفي ناس انا عرضت لها فيديوهات ما شاء الله، بس الاكواد بتاعتها مش موجوده هنا. فباذن الله تعالى لو انت عندك مشكله في طريقه كتابه الاكواد وطريقه التنفيذ، فممكن تنضم لينا في الجروب اللي جاي ان شاء الله رب العالمين في دفعه 20 9 اللي جايه 20 9 2023. لو انت عندك مشاكل في ان انت مش عارف تصمم او تكتب كود من الصفر، ان انت عندك مشاكل او انت فاهم بس مش عارف تطبق وتنفذ بايدك، الكلام ده احنا بنلغيه خالص، لان احنا بنتعلم وبنعرف نكتب كود، ومن اول يوم بتاخد مني تاسكات وبنراجع عليها وبعرفك ايه الصح وايه الغلط. فبالتالي بخليك تكتسب ثقة في نفسك وتكتسب خبرة في كتابة الأكواد لحد ما توصل للمستوى اللي انت شايفه بعد شهر ونص او شهرين اقصى حاجه. في ناس عملت مشاريع ما شاء الله HTML و CSS فقط كبورتفوليو بعد شهر واحد تمام. فلو انت حابب ان انت تسجل في الدفعه الجديده ان شاء الله رب العالمين، ما تنساش ان انت تكلمني في الواتساب او تحط لي كومنت وانا هرد عليك ان شاء الله، وهنزل لك فيديو فيه التفاصيل الخاصه بالدفعه الجديده، وهقول لك ايه المحتوى وايه الكونتنت اللي هينزل جديد في الدفعه اللي جايه. واشوفكم ان شاء الله رب العالمين في فيديوهات تانية جديدة بإذن الله تعالى، وما تنساش تشترك في القناة. والسلام عليكم.